ازيكم عاملين ايه؟ انا عارف ان انا ما نزلتش فيديوهات بقالي فتره، بقالي اسبوعين او 3 اسابيع ما نزلتش فيديوهات، وبامانه من ضمن الاسباب او اكتر الاسباب اللي ما خلتنيش انزل فيديوهات بسبب المواضيع اللي بتحصل في غزه وفلسطين. آه بامانه الواحد ما كانش ليه نفس ان هو ولا يسجل ولا اي حاجه. لان اكيد يعني انا عايش هنا في امريكا، واكيد طبعا في ناس كتيره جدا كارهه امريكا لان هي داعمه لاسرائيل وكل الكلام ده، فالواحد صراحه ما كانش في المود ان هو ينزل اي حاجه. بس لقيت ان في اسئله كتيره جدا، ناس بيسالوني عنها بالذات عن موضوع الجنسيه. فقلت ان انا اعمل فيديو بيتكلم عن ازاي تاخد الجنسيه الامريكيه وايه الشروط وكل الحاجات ديت. فلو كده تعالى نتكلم عن الموضوع دوت حاجه حاجه. طيب، عشان تاخد الجنسيه الامريكيه لازم ان انت يكون معاك جرين كارد، وناس كتيره جدا عندها اختلاف او ان هم مش قادرين يفهموا بالظبط يعني ايه يكون معاك جرين كارد. او هل انا مثلا لو انت جيت هنا امريكا تدرس، او لو انت مثلا جيت هنا امريكا على شغل، هل انت كده بتاخد الجرين كارد؟ لا، للاسف لا. لو انت جيت هنا بتدرس انت بيبقى معاك فيزا عباره عن زي فيزا دراسه. فيزا الدراسه دي ما بتاهلكش ان انت تاخد الجرين كارد، لا. لو انت مثلا جاي على فيزا شغل ديت بتبقى عباره عن فيزا شغل، فهل دي تؤهلك ان انت تاخد الجرين كارد؟ لا. فايه ازاي تقدر تاخد الجرين كارد؟ عشان تاخد الجرين كارد هما حوالي 3 حاجات او 4 حاجات. ان انت تكون متجوز امريكيه يحق لك ان انت تاخد الجرين كارد، ان يكون معاك الجنسيه الامريكيه، او ان انت تكون جاي هنا عن طريق اللي هي اللوتري تقدر تاخد الجرين كارد، او لو انت جاي عن طريق اللي هو اللجوء، اللي هو اللجوء السياسي، تقدر تاخد منها جرين كارد. طيب، ودي الحاجات ان انت تقدر تاخد بيها الجرين كارد، ومن هنا بعد ما تاخد الجرين كارد تقدر تقدم على الجنسيه الامريكيه. طيب، ايه هي الشروط ان انت محتاجها عشان تقدر تاخد الجنسيه الامريكيه؟ هل اي حد يقدر ياخد الجنسيه الامريكيه؟ لازم زي ما قلت يكون معاك جرين كاردز، يعني لازم تكون انت معاك جرين كارد عشان تقدر تقدم على الجنسيه الامريكيه. امتى تقدر تقدم على الجنسيه الامريكيه؟ لو انت معاك الجرين كارد، زي مثلا ما قلت على سبيل المثال انت جيت هنا امريكا عن طريق اللي هي اللوتري او اللي هي الهجره، ومعاك الجرين كارد انت مثلا وزوجتك واولادك، امتى تقدر تقدم على الجرين كارد؟ بتقدر تقدم على الجرين كارد اول لما تدخل هنا امريكا، او اول لما يجي لك الجرين كارد بعديها ب5 سنين. يعني سي مثلا انت جيت هنا امريكا واخدت الجرين كارد، بعد ما بتستلم الجرين كارد ب5 سنين تقدر ان انت تقدم على الجنسيه الامريكيه. طيب، ازاي بتقدم؟ يعني مثلا انت هنا بقالك 5 سنين هنا في امريكا، ازاي بتقدم على الجنسيه الامريكيه؟ بتروح تملى ابلكيشن. الابلكيشن ده زمان كان من 5 سنين او من 4 سنين كان عباره عن ورق، يعني ورق حرفيا بتملاه وبتبعتهم لهم عن طريق البريد. دلوقتي غيروا الكلام دوت. الابلكيشن دي بتبقى عباره عن ابلكيشن بتخش تملاها اونلاين، يعني بتخش على الموقع وتخش تملى الابلكيشن دي كلها اونلاين. طبعا ايه الاسئله اللي بيسالوها لك؟ طبعا من ضمن الاسئله في اكيد بقالك قد ايه قاعد هنا في امريكا؟ امتى خدت الجرين كارد؟ بيسالوك على رقم الجرين كارد، بيبقى فيه زي رقم موجود على الجرين كارد بتاعك، بيسالوك على الرقم دوت بتحطه طبعا في الابلكيشن. وبيسالوك طبعا اسئله بقى عاديه، شغلك شغال ايه، بتقبض كام. اسئله كتيره انت كلها بتبقى المفروض عارف اجاباتها، لان حاجات بتحصل لك وانت قاعد هنا في امريكا. يعني مثلا من ضمن الاسئله مثلا بيسالوك مثلا هل انت بتملى التاكسس بتاعك ولا لا كل سنه ولا لا، يعني بتقدم الضرايب بتاعتك او التاكسس بتاعتك كل سنه ولا لا، لان كل سنه احنا بتقدم على الضرايب، بتدفع الضرايب بتاعتك يعني. فهم بيسالوك هل انت بتدفع الضرايب بتاعتك بتاعت كل سنه ولا لا. من ضمن الاسئله طبعا اللي بيسالها لك هل انت مثلا اتحبست قبل كده، عملت مشكله، اي حاجه لها علاقه بالقانون يعني. بيسالوك طبعا كل الاسئله ديت. دي الاسئله اللي بتبقى موجوده في الابلكيشن. بعد ما بتملى الابلكيشن بتقدم الابلكيشن وبتستنى شويه لحد لما الاجراءات بتاعت الابلكيشن دي تبدا تمشي. طيب، اول لما بتقدم على الابلكيشن او اول لما بتقدم الابلكيشن وتعمله زي سبميت، بتدفع زي فيز اللي هي زي ضريبه، او ان هي زي رسوم ابلكيشن بمعنى صح يعني. الرسوم ديت حوالي $800 للفرد طبعا. كانت في حدود باين $800، ما اعرفش هل هي غليت ولا هي زي ما هي، بس انا فاكر ان انا دفعت في حدود باين $800 او $850 للابلكيشن. بعد ما بتملى الابلكيشن وبتقدمه بعدها بشهرين بتروح تعمل اللي هو الفينجر برينت، يعني بيقولوا لك على ميعاد ومكان معين بتروح تعمل بصمه الايد عشان يتاكدوا ان انت الشخص اللي هو عمل بصمه الايد وانت داخل امريكا. انت اغلبيه الناس فاهمه الكلام ده، بالذات الناس اللي جت هنا امريكا. لما بتيجي تدخل هنا امريكا وانت داخل
على المطار بتعمل بصمه اللي هي البصمه العاديه يعني. فلما بتيجي تقدم على الجنسيه بتروح تعمل هي نفس البصمه بالظبط يعني، بتروح تقدم على البصمه ديت عشان يتاكدوا ان البصمه ديت هي نفس البصمه اللي انت عملتها وانت داخل امريكا. وبعد ما بتخلص البصمه يعني بعد ما بتعمل البصمه وكله تمام الورق بتاعك ده كله بيبعت اللي هو مكتب الهجره اللي موجود هنا في امريكا. بيبداوا طبعا يعملوا عنك تحريات، يتاكدوا ان انت كل الكلام اللي انت حطيته في الابلكيشن كله صح، بمعنى ان انت بتدفع الضرائب بتاعتك، وبمعنى ان انت ما عليكش اي قضايا او ما عملتش اي مشكله او اي حاجه من الكلام دوت. نقطه مهمه جدا عشان تاخد الجنسيه هنا في امريكا يستحسن ان انت لو انت مثلا بتطلع اجازه او مثلا بتروح اجازه بلدك مثلا في السنه تروح اجازه شهر واحد بس لكل سنه. لان طبعا لو قعدت اكتر من 6 شهور بره امريكا بيسالوك وانت داخل المطار انت قعدت بره امريكا اكتر من 6 شهور ليه، يعني يبقى فيها مشكله شويه. هي مش مشكله كبيره بس طبعا بيسالوك انت قعدت بره امريكا 6 شهور ليه. لو قعدت بره امريكا سنه بيلغوا لك الجرين كارد بتاعك. يعني لو سافرت مثلا بلدك مثلا مثلا مصر مثلا وقعدت في مصر السنه كامله ما رجعتش هنا امريكا بيلغوا لك الجرين كارد بتاعك. فدي حاجه مهمه جدا لازم تعرفها. انا لما رحت قدمت على الجنسيه وانا بعمل الانترفيو سالوني سافرت بره امريكا كم مره على مدار ال4 سنين او ال5 سنين، وبتقول لهم انت سافرت كم مره. وساعات بيسالوك يعني سافرت ليه، انا مثلا سافرت مصر فبيسالوك يقولوا لك سافرت مصر ليه. عادي انا نزلت اشوف اهلي. قعدت قد ايه؟ بتقول لهم مثلا قعدت شهر، شهر ونص، شهرين كده يعني. بس طبعا يستحسن انت ما تقعدش اكتر من 6 شهور، وطبعا لو قعدت سنه بيلغوا لك الجرين كارد بتاعك كله يعني. فدي حاجه مهمه جدا انت لازم تبقى عارفها. طيب ولما بتيجي الاوراق بتاعتك تخلص وكل حاجه بتبقى موجوده على الموقع اللي هو بتاع مكتب الهجره اللي هو موجود هنا في امريكا، بتخش بيبقى مدينك زي كيس زي ما انا قلت كده، كيس نمبر او رقم بتاعك، بتخش تشوف الابديت بتاعه. بعد كده بيبعتوا لك زي ايميل ان انت تيجي تعمل انترفيو في مكتب الهجره اللي موجود على حسب الولايه اللي انت قاعد فيها. بتحضر اوراقك وتحضر كل حاجه وتروح تعمل انترفيو للي هو الجنسيه. طيب الانترفيو ده بيبقى عباره عن ايه؟ طبعا بيسالوك على كل حاجه موجوده في الابليكيشن اللي انت مليته. طبعا بيسالوك لازم تثبت ان انت بتقدم على الضرايب وان انت كل حاجه ماشيه معاك كويسه، ان انت ما اتحبستش او ان انت مثلا ما فيش اي مشكله معاك خالص، ان انت مثلا سافرت بره امريكا مثلا شهر او شهرين. بتوريهم مثلا الباسبور بتاعك اللي عليه اختام ان انت سافرت بره امريكا قد ايه ورجعت والكلام ده. ان انت يعني من الاخر بتثبت لهم ان انت كل الحاجات اللي انت كاتبها في الابلكيشن ديت كلها صح ومظبوطه وان انت ما كدبتش فيها. وطبعا من ضمن الاسئله بيبقى في طبعا اسئله عن التاريخ الامريكي. بيسالوك هو بيبقى فيه 10 اسئله انت لازم تجاوب منهم 7 صح. لو جاوبت اول 7 اسئله صح ما بيكملش ال10 اسئله. ايه هي الاسئله؟ بتبقى اسئله عن التاريخ الامريكي يعني. طيب بتعرفها منين او بتعرفها ازاي؟ في حاجات كتيره جدا، في كتب وفي حاجات كتيره جدا، بس انا عن نفسي نزلت زي ابلكيشن كده. الابلكيشن ده فيه 100 سؤال، انت حرفيا بتحفظ ال 100 سؤال يعني. طبعا الانترفيو ده كله بيبقى بالانجلش، فلازم طبعا يكون مستواك في الانجليش يكون كويس بحيث ان انت تعرف تجاوب على الاسئله ديت. ايه تاني من ضمن الاسئله التانيه؟ بيسالوك 7 اسئله، بيسالوك 10 اسئله لازم تجاوب منهم 7 صح. وبيدوك سؤال كتابي يقول لك اكتب كذا كذا كذا، بيبقى فيه زي حاجه قدامك كده وقلم بتكتب السؤال اللي هو بيقول لك عليه. وبيبقى فيه سؤال تاني زي ما يكون سؤال بيظهر لك على الشاشة انت بتقراه لهم بالانجلش. دي الاسئلة اللي انت لازم تعملها او لازم تنجح فيها عشان خاطر تاخد الجنسية. بعد ما بتعدي الاسئلة ديت وبعد ما بيسألوك كل الاسئلة التانية طبعا بيسألوك هل انت تبع اي منظمة ارهابية، مع ان انا مش فاهم الصراحة ايه لازمة السؤال ده. يعني سؤال غريب جدا يعني مش فاهم له. يعني انا عن نفسي لحد الان مش فاهم له يعني. لان مليون في المية لو انت تبع منظمة ارهابية اكيد طبعا هيعرفوا يعني فاهم. بس هي زي ما يكون اسئلة روتينية لازم يسألوها لك فاهم. بتجاوب كل الاسئله ديت وكله تمام وخلاص. بعد كده بيقول لك طيب خلاص ماشي انت عديت من الانترفيو، يعني انت مثلا نجحت في الاسئله بس مش معنى كده ان انت خدت الجنسيه. هيظهر لك بعد اسبوع او 10 ايام خش على موقع الهجره بالكيس نمبر بتاعك او بالرقم بتاع الكيس بتاعك وخش شوف اذا كنت انت نجحت ولا لا. لو انت نجحت وكله تمام بعد اسبوع او بعد 10 ايام بتخش على الكيس دوت يقول لك ان انت نجحت وان هنبعت لك ايميل تاني يقول لك ميعاد اسمه دوت اللي هو زي ما يقول لك حلف اليمين يعني عشان تاخد الجنسيه، يعني عشان تاخد اللي هي السيرتيفيكت او الشهاده اللي تبين ان انت معاك الجنسيه الامريكيه بس. وبيدوك ميعاد بتروح الميعاد دوت، حاجه روتينيه يعني ما فيهوش اي حاجه، بتروح تحلف اليمين وبيدوك الشهاده
ان انت خلاص عديت الامتحان وان انت خلاص امريكي الجنسيه، تاخد طبعا الشهاده ديت وتروح تقدم على الباسبور ان انت تطلع الباسبور الامريكي يعني. طيب هجاوب على كام سؤال كده جالي بسرعه. هل انت لو انت رحت اتجوزت امريكيه بتقعد قد ايه عقبال ما بتقدم على الجنسيه الامريكيه؟ لو انت متجوز امريكيه بتقعد 3 سنين وتروح تقدم على الجنسيه الامريكيه. لو انت مش متجوز امريكيه ومعاك جرين كارد بتقعد 5 سنين وتروح تقدم على الجنسيه الامريكيه. هل لو انت اتجوزت امريكيه وانت مثلا قاعد في بلدك هل يحق لك ان انت تاخد الجنسيه الامريكيه؟ لا خالص. طيب ايه من ضمن الحاجات التانيه ان انت تقدر تاخد الجنسيه الامريكيه منها؟ ان انت لو اتولدت هنا في امريكا. ناس كتير جدا بيعملوا كده، بيجوا هنا زياره وبيولدوا هنا اولادهم هنا في امريكا. اولادهم اول لما بيتولدوا حتى لو انت معكش الجنسيه الامريكيه كاب او كأم، الطفل بياخد الجنسيه الامريكيه على طول، بس ما بيدكش الجنسيه الامريكيه. يعني الطفل بس هو اللي بيبقى معاه الجنسيه الامريكيه، لكن انت كأب وكأم ما بتاخدش الجنسيه الامريكيه حتى لو انت قاعد هنا غير قانوني. وديت ناس كتير جدا بيعملوا الموضوع ده، وبيجوا هنا امريكا مش قاعدين قانوني وبيخلفوا هنا في امريكا، اولادهم بياخدوا الجنسيه الامريكيه من غير اي مشكله. طيب اي حد هنا بيتولد في امريكا بياخد الجنسيه الامريكيه، او اي حد بيتولد هنا في امريكا بياخد الجنسيه الامريكيه ايا كان الحاله بتاعت الاب والام، اذا كانوا هم معاهم الجنسيه الامريكيه ولا لا، معاهم فيزا زياره، معاهم فيزا عمل، معاهم جرين كارد، معاهمش اوراق خالص. كل الكلام ده ما بيفرقش، اي حد بيتولد هنا في امريكا بياخد الجنسيه الامريكيه. طيب هل الاولاد يقدروا يدوا للاب والام الجنسيه الامريكيه؟ يقدروا يدوك جرين كارد، يعني تقدر ان انت تقدم على الجرين كارد لو ولادك معاهم الجنسيه الامريكيه، بس ما يقدروش ان هم يعملوا الكلام دوت غير لما اولادك او ابنك او بنتك يتموا 18 سنه. يعني لو تم 18 سنه الابن او البنت يقدروا يقدموا للاب والام والاخوات كمان على الجرين كارد، لكن غير كده ما يقدروش ان هم يقدموا لك على الجرين كارد لو هم اصغر من 18 سنه. ودي كده تبقى نهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.